بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي مرعي مصطفى بعمود، طالب ناشط في حراك 4 يناير أو اعتصام 4 يناير. طبعا نحب نعطي لحضرتكم خلفية بسيطة على الحراك، خلفيتها. طبعا بداية الحراك بدأ لما نحن كطلبة حاولنا أن نحن نوجد جسد يمثلنا تمثيل حقيقي، مثل نحن طلبة في أمريكا، وينقل مشاكلنا لأعلى مستوى، المشاكل اللي نحن نتعاني منها الساحة الأمريكية. حاولنا ان احنا نوجد اتحاد طلبه، اجتهدت معي عدد من الزملاء، لكن بصراحه يعني واجهتنا بعض العوائق، منها النزعه ان نحن ما يكونش صفنا موحد. فظهرت مشكله الانانيه، ومشكله مشكله عدم وجود قاسم مشترك بيننا. يعني يذكرني ممكن موضوع حتى وطننا توا، يعني ممكن يذكرني بحركه المقاومه الليبيه. يعني حركه المقاومه الليبيه احنا عارفين ان من اسباب، يعني من ابرز اسباب يعني اخفاقها كان ان يعني ما يعني كان في زعامات وما كانش فيها، ما فيش يعني ما فيش قاسم مشترك. يعني كان في تركيز على هدف المجموعه او الزعامه. فكان من السهل جدا اختراقها، وكان من السهل جدا يعني تقسيمها. فالروح الوطنيه ما كانتش موجوده. يعني احنا لو نشوف بلادنا توا، يعني ممكن هذا كان في العصر الحديث، لكن شوفوا بلادنا توا يعني في الوقت المعاصر. شوفوا بلادنا يعني عندنا فريقين، وكل فريق يسعى انه هو يثبت نفسه ويحقق مصالحه على حساب مصلحة الوطن، مش على حساب الوطن، حتى أولادهم. يعني نحن أولادهم، الطلبة اللي في أمريكا نحن أولادهم. شوفوا شن لما الصراع انتقل للساحة الأمريكية وتم تعيين ملحقية ووجدت المعارضة الفكرة هذا، شفنا نحن شن صار فينا، يعني شفت الكوارث اللي صارت يعني. فنحن كطلبة طبعا نرجع، معلش يعني ممكن طلعت من الموضوع، لكن نرجع. بدينا في فكرة الاتحاد، يعني كانت نكسة. حاولنا ان نحن نخلق جسد سميناه الوفد هذا مشى للسفاره والتقى مع سعاده السفيره وطرحنا المشاكل، لكن المحاوله برضه لم تنجح لانها لم تؤخذ بجديه. فبعدين طلعنا نحن كطلبه، كنت اتذكر، وطلعنا في زي الوقفه، وخاصه الطلبه في دنفر يعني بارك الله فيهم طلعوا بعدد كبير، يعني عدد يعتبر جيد. فكان لها بعد. فاكتشفنا اول حاجه ان فكره الاعتصام فكره ناجحه، يعني هي اللي فعلا تبرز المعاناه وتطرحها على مستوى عالي، يعني تجذب الاهتمام. يعني هذه حكمه احنا استفدناها على مدار تقريبا سنتين. هذه حاجه، يعني هذه حاجه ممكن من يعني شنو يميز مثلا حراك 4 يناير عن المحاولات السابقه. هذه وحده. الحاجه الثانيه ان نحن في يعني حتى لما بدينا، كنت اتذكر يا شباب بالخطاب بتاعنا، بدينا نقولوا المكتب الكندي ولازم تحول الفيصل عن طريق المكتب الكندي، يعني كانت فوجدت معارضه الفكره. يعني جينا ناس تقول لا انتم اهملتوا الملحقيه هذه مشروع وطني. صح، احنا قلنا ان هذه عليها وعليها، وفعلا يعني فيه نقد، ونقد في محله يعني. والملحقيه سببت في الاضرار، يعني كانت عامل من عوامل المعاناه اللي تسبب في معاناتنا يعني. قالوا لا، الملحقيه لم تعطى فرصه ولا خير. فوجدنا ان فكره الملحقيه والمكتب الكندي سببتنا ايش؟ سببتنا خلاف. فقلنا لا، ما دام الموضوع يعني فيه حيشق صفنا، فلازم نحن كطلبه نفكر في مصلحتنا العامه. شو مصلحتنا؟ انت ليبي وانا ليبي، تمام؟ شو اللي نبوه؟ يعني انت طالب موفد وانا طالب موفد، تمام؟ الطالب الموفد يبي منحه توصل في وقتها، تامين طبي مقطوع له فتره، والناس تعاني ومرضى والى اخره. شفنا حالات يعني كوارث. الرسوم الدراسيه، الناس عندها قبول اكاديمي والجامعات مش تقبلها، وهذا كله حالا يعني قسم مساله المنحه يعني تتاخر. يعني لما جاتنا نحن في شهر 12، في ناس واجد فرحت وهلهلت. يعني المنحه كان المفروض تجي في شهر 9، والربع الاول العام 2016 ما زال ما طلعش عندي اليوم، وامتى حيطلع؟ امتى حيوصل؟ طيب في ناس عندها ايجارات بدها تدفعها، في واحد
في واحد بأسرته قاعد، هو قاعد في سيارته يعني هو وعياله. التأمين الطبي، نرجع ونقول التأمين الطبي، في واحد عنده سكري ويمشي للمستشفى بشكل دوري، وثمن العلاج غالي جدا، منين بيدفع مسكين؟ ما عندهمش. طيب هذوما الناس هذوما يعني الطلبة هذوما أمن ليبيا في مستقبل أفضل. يعني هذوما هم اللي حيحدثوا التغيير الاجتماعي الحميد اللي احنا نبوه. كيف نخلوا الطلبة اللي يدرسوا في أحسن جامعات العالم يتعرضوا للمآسي هذا؟ شنو السبب؟ ليش؟ يعني هل يعني نبوا سبب مقنع؟ نحن لما نمشوا دي سي باذن الله ونعتصموا، وفي نفس الوقت هذا نداء للطلبه في الولايات كلهم يطلعوا معنا في نفس التوقيت. نحن عندنا رساله بنوجهوها، نحن اولادكم يا اخي، كيف ترضوا لنا بالمصير الاليم هذا؟ نبوا وقفه من الناس الشرفاء الوطنيين حقا، يجوا يوقفوا معنا، يصبوا معنا في محنتنا. تمام. هذه بالنسبه لي يعني بالنسبه لي يعني سمه من سمات الحركه. السمه الاخرى وهي جميله جدا، لو شفت المقال اللي نزلناه، طبعا هذا نزل في الصحف، يعني استقبلته الصحف الليبيه الوطنيه استقبال جيد بصراحه، يعني استقبال مش عادي. شنو السبب؟ اول شيء خطابنا كان وطني، يعني نحن كنا نقدم في المصلحه العامه، كنا نتكلم على حاله موجوده فعلا، نتكلم على فريقين موجودين في الساحه، يعني متواجدين على الساحه الليبيه متصارعين، وتصارعهم هذا يتسبب في خراب الوطن وفي معاناه ابنائه، يعني في بعد معاناه الشباب الطلبه. احنا ما عندناش استثمارنا واقف. ليش ما ندعموش الطلبه؟ ليش ما نستثمروش؟ هذا الاستثمار الحقيقي، هذا استثمار المستقبل، هذول الناس اللي تبني ليبيا، لازم ندعمهم، لازم نوقف في جنبهم. اذا كانت البلاد حياه فيها معطله، الدعم للطلبه لازم يستمر، لان هذول هم الامل في مستقبل افضل. يعني نحن يعني نشوف العاملين هذول كيف مرتبطات بعضهم، يعني مساله الخطاب بتاعنا كيف تطور، يعني تطور الخطاب تاعنا من ملحقيه الى مكتب كندي الى لا، احنا شنو اللي يجمعنا احنا كطلبه؟ يجمعنا عندنا مصلحه عامه، نبوا منحه، نبوا رسوم دراسيه، نبوا تامين صحي، هذول كلهم يوصلنا في وقت لان عندنا حاله، عندنا ناس تعاني. مساله الملحقيه والمكتب الكندي حطوها على جنب، ما ندخلوش فيها، خلي الحكومه هي اللي تاخذ فيها قرارها. شنو اللي نحن نقدر نشتغلوا عليه؟ شنو اللي نحن نقدر نحققه؟ هذا هو المفروض نديروه، هذا المفروض هو اللي نركزوا جهدنا عليه. شو اللي يجمعنا، اللي يفرقنا حطوه على جنب. بالنسبه المقال لما اللي شفتوها اللي نزل طبعا في الصحف الليبيه، هذا المقال هذا انا بديته كفقرات، تواصلت مع الطلبه نشطاء، يعني كل واحد اعطى وجهه نظره فيه. لا انت نسيت هذاي، لا حدث هذاي، لا هذه ممكن مش موضوعيه، لا هذاي لا. فصار تواصل بيننا واتفقنا على صيغه معينه، والصيغه المعينه هذه بالاخير بك نزلت لما بعثناها كما قال، حتى الناس الوطنيه صبت معنا، يعني شعرت برقي في الخطاب. تمام. نحن الطلبه في امريكا قادرين ان نحن يعني قادرين ان نحن نوصل للدرجه العاليه هذه من التواصل. كيف وصلنا لها الدرجه العاليه هذه من التواصل؟ لان نحن ندرس في مجتمع التواصل فيه عالي. انت شوف، انت لما في العمل لما تخش انت لستاربكس، يعني ممكن تخش لستاربكس، في اللي ممكن يركز على القهوه بس، في اللي لا، يشوف ما اللي قاعد يشتغل، كيف قاعدين يشتغلوا، كيف الخليه، كيف يتعاونوا مع بعضهم، كيف يعاملوا في الزباين، يستفيد. نحن وجودنا في امريكا ندرسه، في نفس الوقت محتكين بمجتمع راقي جدا في التواصل. بمجرد ما انك انت تحتك به تستفيد منه، يصير تغير في شخصيتك، في طريقه تفكيرك، في تواصلك، وهذا اللي حدث فعلا. فنحن حركنا هذا نعتبره، يعني مثلا اعتصامنا نحن مسؤولين، يعني عندنا مشكله لازم نحن نصبوا لها، هذه حاجه. ثاني حاجه نحن ليبيين، انت ليبي وانا ليبي، ليش متفرقين؟ لا، لازم نوحدوا صفنا، لازم نكونوا واحد عشان نحل مشكلتنا ونصبوا لها مع بعضنا. فحراك دي سي هذا يا شباب باذن الله، يعني حراك دي سي هذا يمثل تطور في تفكير الليبي، الطالب الليبي الموفد، ويعبر او يعكس درجه رقيه وتطور شخصيته. فنحن باذن الله، يعني باذن الله انا واحد من نفسي شاكر جدا للطلبه، بارك الله فيهم، اللي شروا لي تذكره. وما زال في عدد من الطلبه ما عندهمش حتى تذاكر. نتمنى من الناس اهل الخير والناس اللي داعمه الحراك ان هي تسهم ولو بدولار، تسهم في ان نحن نشرب تذاكر للطلبه اللي ما زال عندهم رغبه بيمشوا بس مش قادرين يمشوا. وفي نفس الوقت اتمنى يعني من الطلبه اللي في ولايتي انهم يطلعوا
والطلبه اللي في الولايات القريبه من واشنطن دي سي يكونوا ان شاء الله في الموعد يوم 4. يوم 4 باذن الله توكلوا على الله، نصبوا قدام السفاره، عندنا مذكره رسميه كاتبينها وصايغينها مكتوبه باللغه العربيه واللغه الانجليزيه، ونكلموا الاعلام الامريكي ان شاء الله، حيكون في فيديو مصور لهم ويكون في خطاب رسمي لهم. نمشوا غادي عندنا مذكره فيها نقاط معينه، المشاكل اللي احنا نعانوا منها والحلول. مساله الملحقيه والمكتب كانت تكون اخر حاجه عباره عن وجهتين نظر نقدموهن. الحكومه هي اللي تاخذ فيه قرار، واللي تاخذ الحكومه القرار اللي تاخذه هي مسؤوله عليه. انت مش خذيت قرار بانك انت تعين هذه ولا تعين هذه، كويس، لكن اهم شيء قرارك يحل المشاكل اللي عندي انا. هذه عندي مشاكل 1 2 3 لازم نحلها. الحاجه الاخرى حتى مهمه يا شباب، ان نحن كناشطين حنتواصلوا مع المؤسسات الامريكيه وحتى اصحاب العقارات، ونقول لهم استنوا شويه لعند نشوفوا نتيجه تحركنا هذا. يعني اذا كان في طالبه تقول ان هي عليها ضغط كبير ويوم 4 لازم القبول الاكاديمي، يعني الجامعه قالت لها اذا انت يوم 4/1 ما وفرتيش تغطيه في حسابك تثبت، يعني ما يثبت انك انت تقدري تدفعي ثمن الرسوم الدراسيه، حتفقدي القبول الاكاديمي بتاعك. فنحن شو نديروا؟ نحن نتواصلوا مع السفاره، ممكن نحن والسفاره مع بعضنا، وممكن حتى الملحقيه يعني نبعثوا رسائل للناس هذوما باسماء الطلبه، نقول لهم استنوا عليهم شويه لان نشوفوا رد من الحكومه الليبيه، رد من الحكومه الليبيه بخصوص المعاناه والمشاكل اللي يعاني فيها الطالب الموفد. ونحن ان شاء الله باذن الله انا متاكد 100% حنلقوا دعم كبير من الاعلام الامريكي، يعني الاعلام لانها مساله انسانيه ومساله مش سهله يعني، وحنلقوا دعم باذن الله اكبر من الاعلام الليبي، ودعم اكبر واكبر باذن الله من اهلنا. لكن كله علينا احنا يا شباب، نحن لازم ندور اللي علينا، لازم احنا قلنا كلمتنا في المقال، وقلنا نحن ان شاء الله ماشيين نبغى نثبتوا الكلام هذا، نحن قلنا كلام تو جاء ساعه الفعل. وباذن الله هو كل شيء بنسخ من الله، نحن باذن الله ندير اللي علينا. يعني مش مهم العدد، يعني لو جو 10 7 20 نتمنى العدد يكون كبير، لان كل ما زاد العدد كل ما قوى الحراك. لكن برضو الحضور هو المهم، نحن نديروا اللي علينا تمام، ويكفي شرف المحاوله. اذا نجحنا معناها هذا فخر لنا وفخر لوطننا وفخر لاهلنا. ما نجحناش يعني لا سمح الله ما قدرناش، معناها في الحاله هذه حيكون درس لنا شنو السبب اللي خلانا ما توحدناش وقعدنا يد واحده، مع انك انت ليبي وانا ليبي ومصلحتنا واحده وما قدرناش نتوحدوا. شنو السبب؟ فيه مشكله، لازم نعرف المشكله هذه شنو. في الحراك هذا كله حتكون فيه درس كبير لنا. وانا متفائل وتفائلوا خيرا تجدوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.